من يشاهد تلك الانطلاقة الصاروخية لأغلى لاعب في العالم رونالدو ربما يتراود لذهنه على الفور أسرع إنسان عرفته البشرية الجامايكي يوسين بولت. إن تحدثنا عن السرعة النفاثة للنجم البرتغالي فإننا نتحدث عن متوسط سرعة يبلغ 31 كيلومترا في الساعة، ورونالدو بمقدوره أن يصل لسرعة قصوى تصل إلى 39 كيلومترا في الساعة. ولكي تكون المقارنة عادلة نذكر بأن الكرة تعيق حركة رونالدو، إضافة إلى أنه يركض على أرضية عشبية، في حين فإن رياضيي العدو يركضون في مضمار خاص ولا يوجد ما يعيقهم. أما إن تحدثنا عن التسديدات فإن نجم الريال الأول قادر على تسديد كرة بسرعة 119 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة كبيرة جدا، إضافة إلى أن قلة من تسديداته لا تجد لها مكانا بين الخشبات الثلاث. أما على صعيد اللياقة البدنية فإن الدراسات أكدت بأن التكوين الجسدي لرونالدو يجعله قادرا على ممارسة كرة القدم بكفاءة عالية حتى سن 40. أخيرا فيما يخص الارتقاء للأعلى فإن أفضل لاعب في العالم عام 2008 يستطيع الارتقاء ل2.5 متر، بحيث تكون أقدامه مرتفعة على الأرض ب78 سنتيمترا، وهذا الرقم أكبر من متوسط ارتفاع لاعبي NBA ب7 سنتيمترات. علما بأن رونالدو يرتقي على أرضية تمتص جزءا من اندفاعه للأعلى وليس على أرضية صلبة. أضف إلى هذه الميزات قدرته في التحكم بالكرة، فرونالدو يؤكد بأن ما يفعله آخرون بكرة قدم يستطيع هو فعله بكرة مضرب. الخلاصة: قد تشاهد لاعبا سريعا، وآخر يمتلك تسديدات صاروخية، وثالث يتميز بالارتقاء والرأسيات المتقنة، ورابع يتمتع بقوة بدنية ولياقة عالية. ولكن إن شاهدتها جميعا في لاعب واحد فتأكد بأنك تشاهد كريستيانو رونالدو.